السلام عليكم ورحمة الله. قالت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس تلقت ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعية بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون للتتبعات العدلية من القضاء الوطني. وأضافت إلى أن تونس ليست بحاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق، فضلا عن التزامها بما نص عليه دستورها وبما أقرته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدولي في المستويين الإقليمي والعالمي. وتابعت الوزارة أنه كان يمكن للدولة التونسية أن تندد بممارسات تضعها في خانة اعتداء صارخ على حقوق الإنسان، ولكنها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير، بل إن تونس يمكن في هذا الإطار أن تعطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس. وأشارت إلى أن قوات الأمن التونسي تتولى حين تنظم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين، بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتوفر لعديد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتى لا يتعرضون لأي اعتداء، موضحة أن أولئك الذين تمت إحالتهم على القضاء فذلك بتقدير مستقل من القضاء، ولا دخل لأي جهة غير قضائية فيما يتخذه القضاء من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كل الضمانات القضائية من معاملة لا تمس بالكرامة الإنسانية ومن حق الدفاع وغيرها من الضمانات. وأكدت تونس في هذا السياق أن إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو العالمي أو بممارسة حريات الرأي والتعبير، فليس لأحد أن يتذرع بكونه فوق المحاسبة ويستعمل وسائط ضغط في الداخل أو في الخارج للتفصي من العدالة أو الإفلات من العقاب. وختمت الوزارة: لعل التهم الموجهة لتونس اليوم هو أن شعبها أراد أن يعيش حرا في وطن كامل الاستقلال والسيادة، ولو طأطأ رأسه ولن يفعل أبدا لتهاطلت عليه من هذه الجهات التي تعرب عن قلقها شهادات في حسن السيرة والسلوك. في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، دعا النائب بالبرلمان بدر الدين الجمودي والناشط السياسي المعز الحاج منصور رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن كل موقوفي قضايا الرأي وتنقيح المرسوم 54 وشطب العقوبات السالبة للحرية في علاقة بحرية التعبير، إضافة إلى الحط من العقوبات في قضايا الحق العام. وطالب بإجراء إصلاحات عميقة لجهاز القضاء من أجل تحقيق العدالة ورفع المظالم وتثبيت استقلاليته وحياده ومراجعة أعمال لجنة الصلح الجزائي وتسريع ما أبطأ منها. وشدد على التمسك بملاحقة ومحاكمة كل من تورط في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام حتى استرداده، وضمان محاكمات عادلة لكبار اللصوص. ونبه الجمودي والحاج منصور إلى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بين الطبقات الاجتماعية وتخفيض الضرائب والأتوات والخطايا، كما تضمنت الرسالة دعوة إلى تفكيك بنية الاقتصاد الريعي ومنظومة الرخص وشبكات الزبونية والرشوة وهيمنة المافيات على الثروات الوطنية وإخضاعها لسلطة الدولة. وأكد ضرورة دعم الأغلبية الكادحة من الفقراء والفلاحين وصغار التجار والموظفين وتحريرهم من عبودية البنوك وشركات التأمين والإيجار المالي وشركات استخلاص الديون، ووضع تصور اقتصادي عادل ومنصف لجميع أبناء الشعب التونسي. ووجه دعوة لرئيس الجمهورية إلى تكريس مبدأ المشاورة والمحاورة كتنظيم حوار وطني مع النخب الفاعلة والمؤثرة، تلك التي لم تتورط في خيانة وطنها أو في ملفات الفساد المالي، والإنصات إليها وإشراكها في تصور الحلول الممكنة للأزمات. وأوضح رفضهما لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي أو محاولات بعضهم الاستقواء بالخارج وبيعهم لأوطانهم وذممهم في أسواق السياسة، خائنين متخفين بقناع الديمقراطية والحرية.